هو المصنع هذا مختص في صناعة الماكينات بالدارجة اللي ينفخوا الدبوزة البلاستيك والا اي حاويه اللي نحطوا فيها المواد الغذائيه اليوم، زيت، معناها مياه، ماء، كل انواع المواد الغذائيه تنجم تتعلب في البلاستيك هذا اللي من نوع البيت. ناخذوا الماكينه هذيا هي اللي تنفخ لابريفورم اللي هي بيت وتردها تاخذ الشكل نتاع الدبوزه ولا الحاجه اللي باش نحطوا فيها لومبالاج، معناها اللي باش نحطوا فيها لو برودوي اليمونتير. دونك احنا في الشركه هذه نصنعوا معناها الماكينه مانيش مجرد شركه تركيب، في الحقيقه احنا كونسيبتور دو ماشين، نخلقوها الماكينه نصمموها يقع التصميم نتاعها ومن بعد يبدا الانتاج نتاعها. يبدا الانتاج نتاعها وين كنا لهنا نصنعوها بالقطعه معناها المكونات الميكانيكيه الكل نتاع الماكينه هذه يتصنعوا في اللابوراتوار رقم 1 هذا هذا عباره على مخبر التصنيع مكونات الماكينه هذه، معناها يتصنع عندنا ما نعملوش سو تريتونس معناها لبرا. كل عمليات التصنيع هي عمليات اوتوماتيكيه، كله يخدم سيغ لوتوماتيك وكله تري او نيفو دو بريسيزيون. معناها الآلات متطورة جدا لصناعة قطع الغيار ولا صناعة المكونات خاصة، وذاك اللي ما كنا باش ديما تكون موجودة قطعة الغيار عندنا احنا ما عندناش مشكلة خاطر يتصنعوا القطع الغيار الميكانيكية مصنوعين عندنا. بالطبيعة قطع الغيار اللي هما اللي الكترونيكية ولا معناها الكتريك ذوكم اللي موجودين في السوق معناها الماركات المشهورة اللي معروفة. عندنا مكتب دراسات كامل هو اللي يخلق ويطور في الماكينه هذه. كان حبيت نقول لك حاجه مهمه ياسر، هو في التكنولوجيا دو سوفلاج فما زوج طرق. فما طريقه لا لينيير السوفلاج اللي هو لينيير سامحني على الفرنساويه، وفما لا ماشين روتاتيف. احنا اليوم كاسيابي اخترنا باش نكونوا موجودين ديما كان على اللينيير على خاطرها ماكينه سعرها ارخص من الروتاتيف وكانت تكنولوجي ابسط للاستعمال وللمانتنانس. من بعد كانت المشكله كانوا فما دي ليميت، كانوا فما عوائق بالنسبه للتكنولوجيا نتاع اللينيير، كونك ما نجمش تفوت عدد معين في الانتاجيه طاقه الانتاجيه. اليوم شركه سيابي هي الوحيده في العالم قادره تنتج ماكينه بالتقنيه هذه نتاع اللينيير ننجو 24,000 دبوزه في الساعه. معناها ولات تنجم تعمل لا كونكورونس للماكينه الروتاتيف، سومها بالطبيعه ارخص والتقنيه اسهل، توت اون ايتون اون ماشين روبوست وصحيحه معناها، وقادره تعمل حتى لي غروند فيتيس نوصلوا حتى شي 24,000 بوتي باغ. تو بالنسبه لهذا المكان قلت لي نتاع البحث والريسيرش، هذايا المكان نتاع التصميم. البحث والريسيرش هذا التصميم معناها الاله كيفاش يقع تصميمها، كيفاش نطوروها. عندنا مخبر نتاع بحث وتجارب مازال موجود نشوفوه هنا. التصميم وتطوير المكان، الناس اللي ترى فيهم الكل هنا والداخل اللي تخدم هذوما يخدموا كان للتصميم وتطوير المكان. كل عام كل سنه نعملوا تطوير، من سنه لسنه نطوروا ونخلقوا نوع جديد تاع ماكينات. من بعد نمشيو للمخبر نشوفوا نخلقوا حلول جديده للمستثمر. المستثمر اللي باش ينتج منتوج جديد نعطيوه حلول جديده، دي نوفيل سوليسيون.
يعني وتعتبر انه هذا ذاك علاش يعني البحث العلمي متقدم هنا في ايطاليا مش في تونس على اساس متقدم لان هنا يعطيو قيمه كبيره ياسر للريشيرش ديفلوبمون، يصرفوا معناها ناس تستثمر في الماده الخام، معناها في الكونسيبسيون، في التصنيع، يستثمروا خاصه في الريشيرش ديفلوبمون. ترى عدد الناس اللي تخدم في الريشيرش ديفلوبمون اكثر ياسر من عدد الناس اللي تخدم في البرودكسيون. دونك هذا هو معناها الاستثمار في يعني باش يكون بنفس الحجم ربما نهار اخر في تونس على اساس انه مشروع التصنيع اللي باش يكون في تونس معناها بنفس الحجم اللي موجود اليوم مبدئيا لا مش مباشره، ان شاء الله نوصله. هو باش يبدا حجم مصغر على اللي ترى فيه اليوم، معناها بعدد اقل من الناس، لكن باش نقوموا بنفس الشغل ان شاء الله نوصلوا نكونوا قادرين معناها ننتجوا الانتاج نتاعنا يقوى ويولي حتى اكبر من هكا. علاش لا؟ ان شاء الله نوصلوا ننقلوها الكل تمشي الغادي. معناها احنا تو عندنا مؤمنين، حتى روبرتو كاميرين مؤمن ياسر بالسوق الافريقيه. andiamo. ريتهم اللي بريفور تنفخ وتولي دبوزه، تولي حاويه. هذا باش تربح الفضاء، تربح الاسباس. باقي سي دو سوفلابل، سي دو سوفلاج. È molto importante per noi, tanto è vero che è nostro socio per quanto riguarda la filiale che abbiamo aperto nel Nord Africa. قال لك وجوده مهم ياسر بالنسبه لنا، خصوصا كونه هو شريكنا معناها في الفرع اللي فاتحينه احنا في تونس. داي Ci ha aiutato a sviluppare un mercato che per noi era nuovo, aprendo anche un centro di assistenza molto ben fornito con dei tecnici molto ben preparati. قال ساهم معنا في فتح اسواق جديده بالنسبه لهم هما في مناطق ما كانوش موجودين فيها، والفكره نتاع هذه المصلحه ما بعد البيع اللي كان ولات قريبه ياسر للحريف مع الفنيين اللي موجودين توانسه على عين المكان. Dai. Quindi contiamo molto sulla sua collaborazione proprio per affrontare tutto il mercato nordafricano, ma anche per entrare su mercati ancora ad oggi non esplorati per Siapi in tutta l'Africa. قال لك احنا نعملوا ياسر على معناها الستركتور اللي عندنا هذه في تونس باش نجموا ندخلوا اكثر للسوق الافريقيه انطلاقا من المغرب العربي. Alcuni cose a proposito una possibilità di andare a installare in Tunisia per un progetto industriale. سألته إذا كان عنده نية في اللي معناها باش يمشي ينتصب في تونس للمشروع معناها للتصنيع لتبادل التكنولوجيا في تونس. داي. Sì, abbiamo delle idee su questo progetto, ma sono ancora in alto mare, quindi ancora in fase di definizione. Non vorrei sbilanciarmi adesso. قال لك احنا عندنا فكرة معناها عندنا نية متجهة نحو ذا، قاعدين نعملوا في دراسات وما نحبوش نقولوا أكثر.